بنصحى الصبح عن اخبار من صحف مغربيه، هل الاخبار دي صح؟ هل الاخبار دي غلط؟ هل هم يقصدوا يشتتوا بيها لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي عشان خاطر اللعيبه تنزل الملعب امام الوداد في تشتيت غير طبيعي ليهم بتفكيرهم في حكم المباراه؟ ولا فعلا الخبر اللي الصحيفه المغربيه نزلته الخبر ده صح وهيحصل كارثه في نهائي دوري ابطال افريقيا لو الخبر ده صح؟ موضوع اعتزال ملاك تسيمة حكم نهائي دوري ابطال افريقيا، هنتكلم في الموضوع ده. ولكن ما دام وصلتك الحلقه اخبط اللايك الجميل واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ونبدا حلقتنا بالصلاه على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. موضوع ان ملاك تسيمة اللي هيحكم نهائي دوري ابطال افريقيا الاهلي امام الوداد في القاهره، الموضوع اللي اتقال من صحف مغربيه، وهل هو اتقال ليه من صحيفه مغربيه بيقولوا ان ملاك تسيمة بعد هذه المباراه هيعتزل التحكيم نهائيا؟ هل هم يقصدوا يشتتوا بيها لاعبي النادي الاهلي عشان خاطر لاعبي النادي الاهلي يفكروا ويقولوا يا نهار ابيض ده هو هيعتزل وهيحكم النهائي ده وبعد كده يعتزل يبقى هيعمل كارثه، عشان خاطر كده الكارثه اللي هيعملها هتوقفه، فهو يعلن اعتزاله بدري ويعمل اللي هيعمله، ياخد رشوه او ما ياخدش او يخسر، يخلي النادي الاهلي يخسر فرق 1 فرق 2، او يطلع المباراه تعادل، او يخنق لاعبي النادي الاهلي، او يوقف مروان عطيه حمدي فتحي. اكيد التعليمات دي بتبقى واصله له طبعا. فهل الخبر ده يقصدوا بيه ان الكارثه دي هتحصل فعلا وهو هيعتزل بعد مباراه الاهلي والوداد، ولا هم بيشتتوا بيها لاعبي النادي الاهلي؟ لو يعتزل فعلا اكيد احنا مش هينفع نساله، ولا ينفع اداره النادي الاهلي تسال، ولا ينفع اي حد يسال. الفكره كلها بقى في ايه؟ الفكره كلها ان لو فعلا هيعتزل لازم ناخد خطوه قبل المباراه، ولو مش هيعتزل يبقى الصحف المغربيه عايزه تشتت لاعبي النادي الاهلي. فالكلام ده هيشتت كل جماهير النادي الاهلي وهيشتت كل اللعيبه لو الكلام فعلا وصل لهم. فربنا يسترها فعلا، ربنا يسترها وما يحصلش الكلام اللي بيتقال من الصحف المغربيه عشان خاطر ما يشتتوش بيها لاعبي النادي الاهلي. تصريحات مارسيل كولر عن ايمن اشرف، هو ما ينفعش يكون عندك لاعب ما بيلعبش ولا بيكون في ال18 ولا حضرتك اصلا بتعتمد عليه بشكل اساسي او حتى شكل احتياطي او يكون هو البديل ليك، ونقول تصريح ده في كابتن من كباتن النادي الاهلي. محمد الشناوي مش موجود، هيبقى ايمن اشرف مش محمد هاني. لو محمد الشناوي مش موجود وايمن اشرف في الملعب هيكون كابتن النادي الاهلي ايمن اشرف. تمام؟ مارسيل كولر محدش يختلف على فنياته، محدش يختلف على احترامه، محدش يختلف عن حب جماهير النادي الاهلي لمارسيل كولر وشياكته، ضحكته، تمرينه، تدريبه، التكتيك بتاعه، الارقام اللي بيعملها مع النادي الاهلي، محدش يختلف عليها. لكن ان اطلع في مؤتمر صحفي وصحفي بيسالني عن محمد اشرف لعب وايمن اشرف ليه ما بيلعبش، ويرد عليه ويقول لو في 5 مدافعين معايا ايمن اشرف هيكون الخامس فيهم. طيب بناء على ايه التصريح ده؟ هل في مشاكل داخل النادي الاهلي ما بين ايمن اشرف ومارسيل كولر، ولا في موقف او ايه الموضوع؟ ما اظنش. لو في مشكله اللاعيبه هتتجمع او كابتن محمد الشناوي هيتجمع وكابتن سيد عبد الحفيظ وهيحلوها. لكن ايه الفكره في التصريح ده؟ والتصريح ليه اتقال دلوقتي؟ ليه التصريح يتقال دلوقتي؟ اعتقد ان مارسيل كولر يمكن التصريح ده خانه شويه في موضوع ان هو يحاول يقلل، اصل دي تقليل من اللاعب. اي حد لعب كوره عارف ان التصريح ده يقلل منه شخصيا. اي حد مارس كره القدم ولعب في نادي بالتحديد والمدرب قال عليه الكلام ده تقليل منه. فما ينفعش الكلام نفسه يتقال على ايمن اشرف او على اي لاعب حتى لو مش كابتن من كباتن النادي الاهلي. بعد مباراه الزمالك وطلائع الجيش امبارح وفوز الزمالك 2-0، يمكن اسيريو انا ما بختلفش على فنياته، ولكن القماشه اللي معاه مش مساعداه.
التكتيك اللي هو عايز ينفذه مش معاه حد يساعده. لكن صرح تصريح امبارح انا استغربت له فعلا، بيقول في المؤتمر الصحفي، بيقول ان انا محتاج على الاقل 4 لعيبه شول او 5 لعيبه شول. 4 لعيبه شول او 5 لعيبه شول. طيب حضرتك هتلاعب الباك ليفت، كده كده لازم يكون اشول. ممكن في مدربين بيحبوا المساك اللي من ناحيه الشمال يكون اشول، كده 2. في مدربين بيلعبوا بالهاف رايت اللي على اليمين اشول، وفي مدربين بيحبوا الهاف رايت اللي على الشمال برضو اشول. لكن حضرتك بتقول لازم يكون معايا 5. طب ال5 اللي معاك دول هل هيكونوا موجودين في الملعب مع بعض، ولا هل هيكون من ضمنهم ناس احتياطي بره، ولا ايه الفكره في سبب التصريح اللي حضرتك قلته ده؟ من حوالي كام سنه، من حوالي 15 سنه او 14 سنه، كان في مدرب في نادي الزمالك مش فاكر اسمه صراحه، كجيدو حاجه زي كده، كان محمد ابو العلا موجود، كان شيكابالا موجود، كان طارق السيد موجود، كان كذا لعيب اشول في نادي الزمالك. مفاجاه في مباراه ما لعب، كان في الدوري المصري، لعب بحوالي في الملعب حوالي 7 لعيبه شول. 7 لعيبه شول، محمد عبد الواحد، شيكابالا، طارق السيد، كل اللعيبه الشول اللي كانوا في نادي الزمالك، محمد ابو العلا، كل لعيبه الشول كانوا حاططهم في الملعب. التصريح اللي اسيريو قالوا بناء على ايه؟ بصراحه تصريح غريب ما يحصلش خالص من اي مدرب. ما فيش مدرب يقول انا عايز على الاقل كام لاعب. اعتقد ان اسيريو بيحب الملعب يكون من ناحيه اليمين في جبهات، ومن ناحيه الشمال جبهات. الجبهات اللي من ناحيه الشمال يبقى كلهم شول، مش مشكله. اللي مساك، الباك ليفت، الهاف ليفت، مش مشكله. لكن دونجا هيكون موجود في نص الملعب ويحتار ما بين الاثنين. يحتار ليه؟ لان الجبهه دي والجبهه دي بيبقى في الهجوم وهو بيبقى في الدفاع لوحده. هل اسوريو يفكر كده فعلا وبيفكر كده فعلا، ولا ما بيفكرش كده فعلا؟ الله اعلم. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، واتمنى تكون الاخبار والحلقه عجبتكم. ولو لسه ما اشتركش في القناه فضلا وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.